طباع وتصرفات الأشخاص الموجودين في دايرة حياة كل واحد بتحتم عليه التفاعل معاها بشكل من الأشكال، وكأنها ضريبة مفروضة عليه. وأنا بقصد الطباع المتعبة للآخرين واللي بتستهلك مننا طاقة بدون داعي. من الطباع دي فوبيا الخوف من الحسد، هس إن الشخص ده هيتحسد على كل حاجة وأي حاجة. في مرة من المرات كنت واخد عربيتي لكهربائي السيارات علشان يصلح تكييف العربية اللي لسه مكلفني مبلغ وقدره من أسبوعين. قابلت هناك شفيق، صاحب ليا من زمان، بيصلح تكييف عربيته في نفس الورشة. فبكل حماس وحفاوة سلمت عليه ونتكلم عن العربية واللي فيها. فبطريقة استغربتها لقيت أخونا شفيق ده بيقول لي إن البرومة مبهدلة العربية، يقصد عربيته. فعادي أنا مهتم بكلامه ومكمل معاه، لغاية ما لاحظت إنه مصمم إني أبص على البرومة باستراتيجية اللي خايف يتحسد، بيوجه نظري لحاجة تاخد العين. طبعا تصرف كله قلة ذوق، وفي تقديري تصرف غبي، لأن أصلا عربيته من كتر التراب اللي عليها صعب تحدد لونها الأصلي، مش إنك تلاقي البرومة اللي ماسكة فيها. فكان رد فعلي إني مسكت تليفوني وأهملت وجوده تماما. بعد يومين من مقابلتي لشفيق قابلت سمير، زميلي في الشغل واللي كان لينا مدة كبيرة ما تقابلناش، وبكل حماس برحب بيه وسؤال عنه وعن أولاده. هوب ومن غير داعي لقيته بيقول لي البواسير مبهدلاني خالص، وبنفس استراتيجية أخونا شفيق اللي كان مصمم إني أبص على البرومة اللي في عربيته. سمير كان للحظة مصمم إنه ياخد العين بإني أبص على البواسير اللي مبهدلاه. الحسد مؤذي مفيش شك، لكن اللي عايش متخيل إنه محسود عمال على بطال، فده أكتر واحد مستكتر على نفسه أي وجه للنعمة اللي ربنا أنعم عليه بيها. وبسبب قلة ذوق اللي زي سمير وشفيق بفتكر المثل القديم اللي بيقولك يعني هنحسد القرد على حمار ايده وهنمشيها ايده. فبرغم حمارها الظاهر إلا انه يظل في نظر الجميع طلع ولا نزل مجرد قرد.